اليوم جاي اغير زيت السيارة، وابو يمن يقول لي صار له 30 سنة هنا. ابو يمن صار 30 سنة تشتغل؟ اي نعم. تقول لي العمر يجري. اي نعم. راحت 30 سنة بلمحة عين. والله راحت بلمحة عين. اللهم ربي لك الحمد. يا رب لك الحمد. هل تتمنى انها ترجع 30 سنة؟ ترجع على شبابك؟ فعلا الواحد يتمنى يعني الايام القديمة لان الايام متغيرة الان. متغير. اي نعم، الوضع متغير مش زي زمان. اصحاب زمان كانوا بسطاء. الله. الان الوضع متغير كله يعني صار في تكلف كثير يعني؟ الان التكاليف اكثر بكل شيء. اول كان الامور كلها بسيطة، من ناحية الزواج كان بسيط، من ناحية المعاملات كانت كلها بسيطة. الان المعاملات صارت كلها شديدة والله. شديد. نعم. تزوجت انت؟ الحمد لله. كم كان عمرك يوم تزوجت؟ يمكن 18 سنة، لأن الأمور عندنا بسيطة باليمن، تتزوج بين العائلة مش زي هنا التكاليف. الله أكبر. طيب عندك عيال؟ الحمد لله. عيالك موجودين في السعودية ولا في اليمن؟ والله هنا كانوا عندي لكن وديتهم اليمن، في عندي واحد بس هنا في السعودية. الله يطول عمرك. الله. كم عمرك أنت؟ عمري يمكن 63. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله شباب ما شاء الله تبارك. لا الحمد لله. أو أفضل عمر بعمرك أيام 30 27. والله شوف الواحد من أبي أفضل سنة، أبي أفضل سنة من 63 سنة. شوف الواحد من بداية عمره إلى 20 يعني ضايع، يعني سن طياشة. والله انك صادق. حلو. من 20 ل 30 يبدأ يبني نفسه. يا سلام. من 30 ل 40 هي العمر اللي يستقيم فيه الواحد يعني يكون نفسه دي، لأنه بعد 30 بيتزوج عنده بيت وعنده أولاد، لازم يكون مستقيم. يا سلام. وبعد ال 40 قد العمر يضعف. الله. الله يحفظك. الله يحفظك يا رب العالمين. والله يحفظك. كيف تتعامل السعوديين معك ودامك كنت شغال؟ والله الحمد لله، أنا أشوف شغال 30 سنة. أيوه. ناس طيبين، ما في في مشاكل بعض الحاجات بسيطة. واحد يجي فيه سكر، واحد يجي فيه ضغط، واحد، لكن الحمد لله ما عاقنا أي مشكلة. زي السعودي عايش هنا، وأولادي يعيشوا معي هنا 20 سنة. ما شاء الله تبارك. والله وديتهم اليمن وديه هنا جالس، بس الحمد لله ما في شيء معاقة، ولا واحد يقول لك ارجع، لا من باب تروح حديقة، لا من باب أي تروح كأنك سعودي، ما عندك أي مشكلة. اللهم لك. اللهم لك الحمد والشكر. الله يديم البلد. آمين يا رب. والله العظيم ان كلامك يسعدني والله العظيم. الناس يعني عايشين، يعني ما فيش عنصريه، ما فيش تمييز، ما فيش، الناس عايشه. الله ما ربي عايشين الناس الحمد لله. تمشي بطريقك ما حد يكلمك، ما حد يسال وين رايح. الله. بما ان عمرك 63 سنه وصار لك 30 سنه في السعوديه، نعم، اكيد صارت لك مواقف ما بين السعوديين، فزعه لك سعودي، فزعت السعودي. والله في فزعات بعض الاحيان، بس احنا بحكم عملنا احنا داخل محل زي ذا الحين، يجي واحد يقول يعني يصلح لي بنشر، ولا بعض الحين يجيك واحد يقول لك ما عندي فلوس حق البنشر، تقول له روح بسيطة يا ما هي شيء. الله. ولا كفر مستعمل تركب له، ما عنده مش تذبحه ولا حاجة، ما عنده يعني مضطر يعني ايه، بس ما عنده طالب هو. او ما حول له الوالد، يعني بعض الاحيان الوالد يحول له يعني على لانه يلعب يعني للحساب حقه. يا سلام. مضطر يعني انا رايح مع شباب ولا حاجة وتبدل له مجاني. ما عنده، ركب لك كفر مستعمل، ايش مشكلة لو عندك ولا رقعة، يعني ما هي اي، ما تاخذ منك شيء. الله اكبر. والله لو كان يسمعك الشعب السعودي كامل وش تقول؟ والله شعب طيب وشعب مرتاح وشعب الله يجزيهم الخير، يعني ناس ما حد يوصفني، هذه نعتبرها بلدنا ثاني، احنا عايشين فيها احنا. يدل ان في شيء جميل جدا. والله العظيم احنا شوف يعني انا عشت يعني هنا 30 سنة، وعشت طفولتي باليمن 30 سنة، لكن نص العمر قضيته هنا في السعودية، بس يعني الحمد لله يعني ما حصلنا الراحة الا هنا، بالرغم من الشغل يعني دوام مرهق وذيه، بس ما بتحس بشيء، لان هناك تضيع وقتك بالغاد، تضيع وقتك بالكلام الفاضي باليمن، ما عندك اي شغله. وش اسم الورشه هذه عشان يسلمون عليك؟ هذه ورشه عالم الاطارات. جميل. وانت تستاهل. الله يحفظك. والله العظيم اني من شفتك دريت ان عندك قصه جميله جدا، قصه نجاح عظيمه. الله يحفظك. تراك ناجح ان شاء الله. شفت اي عمل تشتغل فيه بسيط كبير صغير، ترى هذا يعتبر نجاح بحد ذاته. اكيد. اكتله باليمن من؟ والله الوالد والوالده اكثر شيء اللي يشتغلهم باليمن. شكلهم كثير. اي نعم، بالرغم اني رقبتهم عده مرات هنا صلحوا عمره وذي، بس الواحد يشتغل، الوالد والوالده اكثر شيء. بر الوالد والوالده هي اهم حاجه، هي اكبر مكسب في الدنيا هذه. كل الدنيا تروح الا
رضا الوالد والوالدة هي مكسب، واللي مع والده ووالده عايشين على قد الحياة يحافظ عليهم، لأنهم بر الوالدين لا يتعوض بشيء. والله الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. عشت الله لا يهينك. طبعا عاد الآن بنعبي زيت إن شاء الله ونتوكل على الله.